رسميا محمد هنيدي سعودي الجنسية. الحقيقه في اعلان كده او بوست نزله الفنان محمد هنيدي من شويه صغيره. بس انا بشوف مبخور. رسميا محمد هنيدي سعودي الجنسية. ثانية واحدة، مبخوت مين؟ مبخوت يبقى يتكلم. ازيك يا مبخوت؟ أعلن الفنان محمد هنيدي اليوم الخميس عن سعادته الكبيرة بعد حصوله على الجنسية السعودية بشكل رسمي، موجها الشكر للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية. ونشر الفنان محمد هنيدي عبر حسابه على إكس تويتر سابقا: الحمد لله ربنا أكرمني واتكرمت كتير في مسيرتي الفنية، لكن أكبر تكريم إني اتشرفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين. شكرا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على هذا الشرف والتكريم لشخصي ومسيرتي الفنية. شكرا للمملكة العربية السعودية. وبالمناسبة بستغرب جدا من اللي بيهاجموا تكريم وتقدير العظماء من الفن، وذلك شكرا كذلك شكرا لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على تكريمه وتقديره للفن المصري والعربي. بيتكلم فيه ان هو اخذ الجنسيه السعوديه على فكره. لكن ايه فكره محمد بن سلمان في فكره اعطاء الجنسيه السعوديه مجانا؟ ليه بيدي الجنسيه للكلام للناس دي كلها؟ طب عمرو اديب معروف ولاؤه للسعوديه والسعوديه بتصرف عليه قناه MBC، انما وليد الملحن دوت ولا محمد هنيدي ولا غيره، على ان الهام شاهين هتاخد الجنسيه السعوديه كمان. دي حلوه، دي انا بطالب ابن سلمان يديها الجنسيه. تمام. المهم ان ابن سلمان بيحاول يعطي الدولارات، حول لمحمد صلاح علشان يعمل قوه ناعمه ويحسن صورته، خاصه بعد ما كان منشار واللي حصل منه الخاشقجي، فيشتري ناس كتير جدا بحيث ان يقول انا عندي رياضه، انا عندي فن، قوه ناعمه والكلام ده كله. طيب اشترى اللي اشتراه وعمل اللي عمله وصرف اللي صرفه من مليارات في الكوره، وللاسف الكوره فشلت، وبرضه ما حدش متابع الدوري السعودي لان ما حدش هيهتم بالدوري السعودي، شاء من شاء ابى من ابى. ثم ان الدول بتصنع بيد اولادها، مش ان اروح اجيب حد علشان ان هو يصنع لي دوله او يخليني قوه ناعمه والكلام ده كله. يعني السعوديين ابطال وتقدر تطلع منهم لعيبه كوره عباقره جدا وشطار جدا، وشفنا اللي عملوه مع الارجنتين في مونديال قطر 2023. المقصد ان انت عايز تصنع دوله لنفسك وتعمل قوه ناعمه والكلام ده، اعملها بابناء بلدك. ابناء بلدك يعني السعوديه منتجه، فيها ناس يا جماعه والله نابغه في الكوره، وفيها ناس نابغه في العلوم، فيها ناس نابغه في التكنولوجيا، فيها ناس